عارفين دراكولا؟ أشهر وأقدم فامباير ظهر في أفلام الرعب. كان أيقونة الرعب في فترة التمانينات والتسعينات، بس كنا كلنا عارفين إن فكرة وجود شخصية مصاص دماء ده شغل أفلام مش حقيقي. لكن في الفيديو ده هحكي لكم على فامبايرز دراكولا جنبهم ولا أي حاجة. 4 من الفامبايرز أقدم وأشرس من دراكولا بكتير، والمرعب إن في ناس لحد دلوقتي مصدقة إنهم حقيقيين وموجودين فعلا. لأ، وبيعملوا تعويذ عشان يحموا نفسهم ويحموا أهلهم من الفامبايرز دول. خلونا منطولش في المقدمة ونبدأ في قصتنا على طول. أهلا بيكم في عالم مصاص الدماء. استريغوي، الميت اللي مش عايز يفضل ميت. في سنة 2004 في قرية في رومانيا أسرة كاملة طلعت جثة راجل مات من 6 شهور، وراحوا مقطعين قلبه وحرقوا جثته ورموا رماده في المية. ولما الشرطة قبضت عليهم سألوهم ليه عملتوا كده، ردوا عليهم وقالوا إنه رجع يزورهم بالليل، كان بيقعد على صدرهم وهم نايمين. الحادثة دي حصلت في رومانيا، البلد اللي ظهرت فيها شخصية دراكولا، أسطورة بتتكلم عن مصاص دماء أقدم من دراكولا وأشرس منه بمراحل، اسمه ستريغوي. بيعض ضحيته زي دراكولا بالظبط، لكنه مش بيمص دم الضحية، ده بيمص الضحية كلها حرفيا. بيمص دمه، ذكرياته، أفكاره، بيخلي الضحية في النهاية مجرد جثة فارغة. استريغوي، الميت اللي مش عايز يفضل ميت. واحد مات بس بيطلع من قبره كل يوم بالليل يخبط على البيوت، وأول ما الناس تفتح الباب يبتدي استريغوي يتغذى عليهم واحد ورا التاني. استريغوي لما بيرجع عشان يهاجم الناس بيرجع بنفس شكله القديم اللي كان عليه قبل ما يموت، لكن الفرق الوحيد هو إن مكان عينيه بيكون فاضي، مكانهم بيكون فيه سواد. وبيتقال إنه بيرجع بالصورة دي لأنه اتمس من الشيطان قبل ما يموت. وبيتقال كمان إن في علامات بتظهر في البلد اللي بيظهر فيها استريغوي، وعن طريق العلامات دي كان أهل البلد بيعرفوا إن في استريغوي في بلدهم. زي مثلا إن الحيوانات كانت بتتصرف بطريقة غريبة، والبيبيهات الصغيرة كانت بتعيط من غير سبب، واللبن مثلا كان بيتحول لمية، والناس كانت بتموت واحد ورا التاني وبدون سبب محدد. كل العلامات دي لما كانت بتظهر كان الناس بتعرف إن بلدهم فيها استريغوي. الناس عشان تحمي نفسها من استريغوي كانوا بيعملوا حاجات مرعبة حرفيا. كانوا بيروحوا على قبر الميت اللي شاكين انه اتحول لاستريغوي، يفتحوا القبر ويطعنوا قلب الميت بوتد خشبي، وبعدين يقطعوا راسه ويحطوها عند رجليه. واحيانا تانية كانوا يطلعوا جثة الميت من قبره ويحرقوها لحد لما تبقى رماد، وياخدوا الرماد ده ويرموه في النهر أو في البحر عشان يتأكدوا إنه مش ممكن يرجع تاني. استريغوي واحد من أقدم مصاصين الدماء اللي اتذكر في الأساطير والقصص الشعبية، واحد من مصاصين الدماء اللي في ناس لحد دلوقتي لسه مصدقة إنه فعلا موجود.